سنة 1926 بيوصل مصر واحد من أكتر الشخصيات المثيرة للجدل اللي عرفتهم السينما المصرية على مدار تاريخها، وهو الشاب التركي اليهودي وداد عرفي. وقصدي بكلمة مثير للجدل مش بس تصرفاته ومواقفه، لكن التضارب الكبير اللي حاوط قصته القصيرة في تاريخ السينما المصرية. وداد عرفي لما وصل مصر كان جاي من ألمانيا على أساس إنه مخرج سينمائي جايب مشروع كبير من شركة ألمانية عشان يعملوا فيلم سينما عن قصة حياة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأول حد راح له كان يوسف وهبي، أقنعه إن المشروع ده هيكون بوابته للعالمين. الوقت ده يوسف وهبي كان بيمثل شخصية راسبوتين على المسرح وكان مكسر الدنيا وقتها. وبمجرد ما المشروع اتسرب للناس والصحافة حصل هجوم ضخم جدا على يوسف وهبي، بالرغم إنه كان عارف إن المشروع ده مش هيعدي بسهولة وإن الناس غالبا هتعترض عليه، لكن الهجوم كان من كل اتجاه، رجال الدين والصحافة والناس العادية، حتى إن وزارة الداخلية استدعته عشان تحقق معاه. واضطر يوسف وهبي وقتها إنه يعمل بيان كبير لكل الصحف بيقول فيه إنه مش هيمثل الفيلم ده، وقدم كمان لوزارة الداخلية إقرار بنفس المعنى. وطبعا المشروع اتدفن في وقتها.